كيكة شوفان بالجزر تنفع في الدايت ومن غير سكر خالص. لما تكون حاجة صحية ومن غير سكر وبالطعم دوت، الكل اللي عامل دايت لسه في حاجات حلوة في الدنيا، ما تحرمش نفسك. واول حاجة هجيب بولة نحضر فيها، والكوباية ديت هتكون هي المعيار بتاعنا النهاردة في الفيديو، كوباية الشاي العادية اكيد عندنا في كل بيت. هنزل باول حاجة دقيق الشوفان، ودي الكوباية التانية زي ما انتم شايفين كده مش مليانة على اخرها، تقريبا يعني كوبايتين الا معلقة. بعد كده هنزل بكوبايتين من الجزر المبشور، بعد كده هنزل بكوباية من الزبيب، بعد كده هنزل بكوباية الا ربع من الزبادي، بعد كده هنزل ببيضتين، ومعايا ربع كوباية زبدة على زيت، والزبدة اللي انا استخدمتها ديت زبدة بلدي يعني حاجة صحية طبعا. بعد كده هنزل بنص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من القرفة، واخر حاجة هنزل بمعلقة صغيرة من الفانيليا. وهبتدي بقى اقلب كل ده مع بعض، وكده يبقى انا قلبت الكيكة بتاعتي خلاص وجاهزة. وزي ما انتوا لاحظتم انا ما حطيتش فيها سكر خالص، السكر كله انا هاخده من الزبيب ومن الجزر، لان الجزر بعد ما بيتعرض للحرارة بيطلع شوية سكر. وجبت القالب بتاع الكيك ده، ولو ما عندكمش القالب بتاع الكيك دوت ممكن نعملها في الصينية بتاعت الكب كيك. وطبعا هنحط الورق بتاع الكب كيك وكده بعد ما حطيت ورق زبدة في القالب بتاعي. حط بقى العجينة بتاعت الكيكة بتاعتي في القالب، وزي ما انتوا شايفين القوام بتاعها يعني تقيل مش خفيف يعني. كده بعد ما حطيت عجينة الكيكة في القالب، في الاخر خالص اخبط خبطتين كده، هسيب بقى العجينة دي ترتاح لمدة 10 دقايق. بعد كده هدخلها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180. وكده بعد ما الكيكة بتاعتي استوت، وريحة الكيكاية ديت وهي في الفرن بصراحة الريحة بتاعتها ديت تتعمل برفانات جميلة جدا ما شاء الله يعني. هنبتدي بقى نطلع الكيكاية من ورق الزبدة، بسم الله. وكده بعد ما خرجت الكيكاية من ورق الزبدة، وطبعا خلاص مش عايزينه، هنقطع بقى الكيكاية. وكده شكل الكيكة بعد ما قطعتها، وهفضل اتكلم على الريحة بتاعتها يا جماعة جميلة جدا يعني زي ما انتوا شايفين كده شكلها جميل. بسم الله. لما تكون حاجة صحية ومن غير سكر وبالطعم دوت، يبقى احنا كده عملنا المهمة المستحيلة، لان طعمها بجد جامد جدا جدا جدا، مفيدة وصحية وطعمها حلو، والكل اللي عامل دايت لسه في حاجات حلوة في الدنيا، ما تحرمش نفسك. وقالب الكيكة اللي احنا عملناه ده كله تقريبا فيه 32 جرام بروتين. وكده يبقى الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ولو لسه بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واكتبوا لي كده في التعليقات ايه رأيكم في الطريقة ديت، وهتجربوها ولا لا. وهكمل اكل انا بقى من الكيكة الجميلة ديت واسيبكم. سلام.